قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب فوق 8 لاعبين أو حتى يكون السقف مفتوح. أنت شايف بأنه مثل هذه القرارات تصب في صالح الكرة السعودية 100%؟ لا، أنا ذكرت في برنامج المنتصف سابقا أنه 8 أعتقد أنه عدد كافي جدا. يعني أنت لو تلاحظ أستاذ عبد الله الآن لا يوجد ترى حارس اساسي الا نواف العقيدي فقط. يعني تخيل لو اضيف 9 محترفين، النصر اول خيار راح يجيب حارس، وبالتالي لن تجد حارس سعودي اساسي وراح يتضرر بالتالي المنتخب. في حاله واحده انه راح، يعني اذا يبي يفتح العدد او يكون هناك العدد الاجانب اكثر من 8، انه لابد ان تكون هناك خطه لان اللاعب السعودي يحترف خارجيا. لابد ان نجد اللاعب السعودي يلعب اساسيا في الدوريات الخارجيه. هنا ممكن اقول انه مثلا من الافضل انه يزداد العدد، لكن بالوضع الحالي انا اعتقد انه اكثر من 8 راح يضر المنتخب. يعني نعم. اذا انت بتقوي الدوري، تقوي الفرق، هذا شيء يعني هذا شيء اخر. لكن اذا انت بتحافظ على قوه المنتخب مع قوه الدوري، انا اعتقد انه عدد 8 محترفين جدا كافي. لانه مهما كان، خلينا نكون واقعيين، الانديه دائما تفضل اللاعب الاجنبي. يعني تجيب لاعب جاهز، يعني لو فتحنا العدد الى 11 يعني محترف اجنبي، انا اعتقد انه جميع الانديه راح تستغني عن اللاعب المحلي حتى وان كان متميز.